السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتكم وصفات أم عاد. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم أسرع كيش وجديد عجينة سائلة وبحشوة سهلة واقتصادية كتجي بنينة بزاف. بقاو معايا لآخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. هنا بالنسبه للحشوه غادي ناخذ هنايا حبه تاع البطاطا اللي قطعتهم على شكل مكعبات وقليتهم في الزيت على هذه الطريقه. اللي كيبغيش المقلي يقدر تسلقوها بشويه ديال الملح. خديت ايضا هنا مقلاه اللي ضفت ليها واحد الحبه تاع البصل وحبه ديال الفلفله اللي قطعتهم ايضا شكل قطع صغيره. غادي نضيف لهم قبيصه ديال الملح وغادي نضيف لهم ايضا هنايا واحد معلقه تاع الزيت، تقريبا 2 معالق كبار تاع الزيت عادي. كان عندكم زيت الزيتون ديروا. غادي نضيف ايضا هنا قبيصه ديال الابزار فقط. انا هذوما التوابل اللي غادي ندير. صافي نخلي هنايا البصله ديالنا والفلفله حتى كتشحر لينا مزيان. من بعد نكملوا باقي المقادير. هنا من بعد ما تشحرات لينا البصله نحاولوا ما نشحروهاش مزيان حتى تولي لينا كحله، كنخليوها على هذا الشكل. من بعد هنايا بالنسبه للعجينه السائله غادي نحتاج لها حبه ديال البيض، وغادي نحتاج لها هنايا الربيع ومعدنوس. بالنسبه للمقادير اللي كنعطيكم البنات الا كانت عندكم كميه كثيره تقدروا تدوبلوها. صافي كندير الربيع ومعدنوس، كنضيف هنايا بودره ديال الثوم، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل غير العاديه. غادي نحتاج القبيصه ديال الملح، وغادي نحتاج ايضا هنايا البزار ما نكثروش منه حيت ضفناه في البصله والفلفله، غير قبيصه. من بعد هنا غادي نضيف واحد الكاس تاع الحليب، وغادي نضيف ايضا كاس تاع الدقيق. صافي وغادي نكون هذا هو الخليط ديالي، نحركوه مزيان بالمطحنه او بالخلاط الكهربائي. غادي نضيف هنا، نسيت ما ذكرتش معكم، الخميره الفوريه ديال الحلويات. صافي كيكون هذا هو الخليط ديالنا. صافي هنا غنبدا نحرك فيه مزيان حتى يتجانسوا لنا كاع دوك العناصر. صافي كيكون الشكل ديالو على هذا الشكل. نحاولوا البنات ما نديروش عاقد بزاف، ضروري خاصو يجيكم جاري. صافي بالنسبه للقوالب انا هنا البنات راه دهنتهم بشويه ديال الزيت، وغنبدا نضيف هنايا بديك الحشوه اللي صاوبت. غادي نضيف البطاطا، من بعد غادي نضيف البصله وفلفله، ومن بعد غادي نضيف ايضا الطون. بالنسبه للطون تقدروا اللي ما كيبغيش يقدروا يعوضوا بالصدر ديال الدجاج. صافي وغادي نضيف ايضا واحد الزيتون مقطع. وكيكون هذا هو الكيش اللي حضرت معكم بطريقه سهله وسريعه في التحضير ديالو. صافي من بعد غنبدا نزيد في هذه العجينه السائله على هذا الشكل. وهنا كنكون مسخنه الفران من قبل. غادي نديرو على درجه حراره 180، كنشعلوا عليهم من تحت حتى كيتنفخوا لينا، من بعد نحمرهم شويه من الفوق.
وهنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم اللي كيجيو البنات اكثر من رائعين وكيجيو بنان بزاف. تقدروا البنات ديروهم في الساندويشات في الخبز، كيجيو رائعين جدا. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم. نلتقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه والى اللقاء.